طيب علشان السؤال ده مهم جدا، ايه الفرق ما بين امر الضبط والاحضار والاذن بالقبض والتفتيش؟ الفرق كبير جدا. الامر بالضبط والاحضار هو عباره عن امر مكتوب بيصدره السيد وكيل النائب العام للسيد مأمور الضبط القضائي اللي هو ضابط الشرطه، علشان خاطر يقوم بضبط احد الاشخاص واستخدامه للنيابه العامه لاستجوابه او للادلاء بشهادته او لاي سبب من الاسباب. طيب هل امر الضبط والاحضار اللي بيصدر للسيد مأمور الضبط القضائي يبيح او يتيح للسيد مأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ده؟ ايوه، بيبيح له ان هو يفتشه تفتيش وقائي علشان ما يكونش معاه اي ممنوعات او مخالفات. طيب لو هو راح له على البيت وجابه من البيت، هل الامر بالضبط والاحضار ده يبيح او يجيز للسيد مأمور الضبط القضائي ان هو يدخل يفتش البيت؟ لا، لا يبيح ليه ان هو يدخل البيت ويفتش المسكن الخاص بيه. وفي الحالة دي لو هو عمل كده فهو تجاوز حدود الامر، واي اجراء بعد كده بيبقى باطل. وساعتها لما الشخص ده يروح النيابة لازم يقول اللي حصل بالظبط، ويقول ان الضابط دخل البيت وفتش البيت، وايا كان دخوله البيت ده اسفر عن ايه، فالمهم ان هو يثبت ده في النيابة. طيب الاذن بالقبض والتفتيش. الاذن بالقبض والتفتيش ده عبارة عن اذن نيابي بيصدر للسيد مأمور الضبط القضائي بناء على طلب منه، مش طلب من النيابة زي ما احنا قلنا. يعني السيد مأمور الضبط القضائي عرف ان في شخص معين بيتاجر في المواد المخدرة او في السلاح او بيرتكب اي جريمة من الجرائم المعاقب عليها، وعاوز ان هو يعمل ضبطية ويقنن اجراءاته، فبيروح للسيد وكيل النائب العام الخاص بالدايرة بتاعته وبيطلب منه اذن نيابي علشان يروح يفتش البيت بتاع الشخص ده ويقبض عليه. ولو طلع منه اي مخالفات او ممنوعات، في الحالة دي يبقى الاجراء سليم واي شيء يترتب عليه سليم قانونا. اذا احنا كده عرفنا ايه الفرق ما بين الامر بالضبط والاحضار والاذن بالقبض والتفتيش. الامر بالضبط والاحضار يفتش الشخص بس، الاذن بالقبض والتفتيش يفتش الشخص ويفتش مسكنه.